دي 74 كارثه. اهلا وسهلا بيكم في موسم جديد ودوري جديد وعمر سلامه جديد. انا اقسم بالله واصل الملعب قبل الماتش بساعتين تقريبا، عامل زي العيل الصغير اللي تاني يوم العيد مثلا عمال اجري على الاستاد. بس الغريب بقى ان انا افتكرت ان هيبقى العدد قليل قوي النهارده والماتش ما فيهوش جمهور كبير، لان مثلا مودرن سبورت مش هو الفريق الجامد قوي اللي جمهور الاهلي هيجي يحضر له. لا، انا لقيت عدد محترم وقبل الماتش بساعتين كمان كانوا موجودين. يعني ده مثلا شكله جمهور الاهلي قبل الماتش بساعتين، واول ما اللعيبه بدات تنزل الملعب جمهور الاهلي بعت رسائل معينه وقال طبعا اول ظهور لزيزو الجمهور الاهلي مش هيسكت. دكة الاهلي بقى كان عليها لعيبه تشيل نص فرق الدوري كله، الشناوي اليو ديانج واشرف داري وجراديشار وبن شرقي. تدزير اوفر بصراحه. بدا الماتش بملل رهيب وهجمات ضعيفه جدا من الاهلي، اللهم الا هجمه واحده بس من تريزيجيه هي اللي عملت شكل شويه في الشوط الاول. لعيبه مودرن كانت بتضيع وقت كتير جدا، كل شويه ابو جبل يقع، لعيب في نص الملعب تاني يقع، عشان كده الحكم حسب 8 دقايق كاملين في الشوط الاول. 45 دقيقة عبث من قفشه. خلص الشوط الأول شوط ممل جدا والمكنة حتى الآن ما طلعتش قماش خالص. الشوط التاني بدأ وانا مركز في شبشب قفشه وهو خارج من الملعب، ببص يميني لقيت اللعيبه بتحتفل بالجون الاول. ورد مودرن على طول بعديها بجون التعادل اللي اتلغى، ولكن الفار رجع واكده تاني. النقطه هنا بقى انا مش عارف حسام حسن رايح يستفز جمهور الاهلي ليه. انا عمري ما شفت جمهور الاهلي قال اي حاجه لحسام حسن حتى لما كان في الاهلي نفسه. وفي الدقيقه 74 مودرن يعمل المفاجاه ويجيب الجون التاني. تاني لمودرن دي 74 كارثة. ولكن الاهلي ما استناش كتير وقدر يجيب جون التعادل من ياسين مرعي. دقيقة 81 والماتش هيولع 2-2 والدنيا بايظة. ودي كرة بن رمضان اللي رشقت في العارضة ورشقت في قلوب كل الأهلاوية. الشناوي كان واقف على الخط كتير قوي وكان بيوجه كل اللعيبة في الملعب، مدرب الأهلي الجاي. وزي الشوط الأول الحكم حسب له بتاع 9 دقايق برضه في الشوط الثاني عشان اللعيبة كانت بتضيع وقت كتير جدا. خلص الماتش 2-2 كارثه بالنسبه لي، بالنسبه لسكواد الاهلي ان ماتش افتتاح الدوري يخلص تعادل بالشكل ده. تعال نشوف ريبيرو هيقول ايه، لان الاهلي النهارده كان وحش جدا. ما عرفتش اسال ريبيرو في المؤتمر عشان اغلب الاسئله ما كانتش عاجباه، فقلت اسكت احسن. وبس كده الحمد لله.